صحيح صحيح، هذا موجود وهذا عشناه وهذا عايشينه توا الوضع هذا بالذات. وهنا نحب نرجع على علاش وصلنا للحاله اللي حتى النشيد الرسمي نتاعنا ما عادش محترم. احنا وقت يتبدل هبط الضرب بتاعنا وتحط الضرب واكحل، شنو اللي صار؟ شنو هي الاكسيون؟ شنو اللي التحركات اللي صارت باش العمليه هذيك وما تابعها ما تقف عند حدها؟ اذا وقت اللي فما امبونيتي من توا عندنا 7 سنين احنا عايشين في الامبونيتي، لان هذوكم تاع فلان وهذوكم تاع الجهه الفلانيه وهذوكم تاع الحزب الفلاني وهذوكم تاع الناس الفلاني. اذا وقت اللي توا يجي النشيد الرسمي وما نحترموش ونبداو نزفروا، قبل كنا نقولوا تش 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 تش، تويك ولاو يزفروا وما خلوهش يصير. انا نرجع المقوله اللي قالها بوقيبه: لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. اذا الشعب التونسي مش قال بورقيبه؟ علاش بورقيبه؟ استشهد بها بورقيبه. استشهد بها بورقيبه، ايه استشهد بها بورقيبه. بارك الله فيك عادل. اذا يعني وصلنا لحاله اللي ما عادش حتى شيء نشوفوا ظلام كما تتصور نشوفوا فيهم ظلام. احنا تو بلادنا الرؤيه ولات ظلمه، ما عادش نشوفوا حتى شيء، وما فماش ناس للاسف نقولوها يضربوا بيد من حديد. سيب عليك حريه الدروا دو لوم وقال شنو الديمقراطيه والكلام الفارغ اللي نشوفوا فيه هذا ما ينبت حتى شيء للديمقراطيه وحقوق الانسان.